السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ معاكم وفاء مصطفى. النهارده هعمل معاكم احلى وصفه للقراقيش الساده. هنعملها النهارده بالشمر واليانسون، مش محشيه حاجه. عايزه اقول لكم الطعم بتاعها خيالي بجد، هتنبهروا من طعمها زي ما انا انبهرت اول ما دقتها. ناعمه جدا من جوه وهشه. اقول لكم كمان لو حابينها ناعمه جدا او لو حابينها متوسطه او تكون مقرمشه قوي وناشفه شويه من غير ما تسودوا السمنه خالص. وتعالوا بقى على طول نبدأ ونشوف عملنا ايه. اولا انا جبت شمر وينسون مخلوطين على بعض، هوريكم الفرق ما بينهم. حبة الشمر بتبقى يعني تخينة شوية، وطبعا اليانسون انتوا عارفينه بيبقى كده. نقيتهم كويس من اي حاجة وما فيهمش يعني اي خشب او اي حاجة مش كويسة، وطحنتهم نص طحنة في مطحنة التوابل بتاعة الخلاط. طبعا ما خدتش كل المقدار اللي انا جايباه، كل اللي انا محتاجاه يعني زي ما تقولوا كده معلقتين صغيرين كفاية جدا. فانا عملت المقدار ده وسبت دوت ساعة ما احتاجه عشان يبقى ريحته فيه هستخدمه على طول. بعد ما خلصت الخطوة دي جبت كيلو من الدقيق، اي دقيق هينفع معاكي. هنخله. زي ما انتم شايفين اي دقيق هتستخدميه في اي وصفة لازم أن يتنخل، فبننخله والنخل ما بياخدش يعني ثواني. وبعدين هنبدأ على طول نحط كل المكونات عليه. وصفتنا النهاردة بتتميز بانها سهلة جدا وسريعة جدا وناجحة 100%. حطيت عليها كيس البيكنج باودر كله، ده كان 23 جرام. النهاردة مش هنحط خميرة ولا هنسيبها تتخمر، يعني سهلة وسريعة بجد. بصوا يا جماعة، هنحط 3 معالق كبار تقريبا من السكر الخشن، مش سكر باودر. عايزة اقول لكم يعني، وده برضو هنا حطينا الملح، نص معلقة صغيرة من الملح. طعم السكر اللي هيبقى جواها مقرمش مع الشمر واليانسون، عايزة اقول لكم ميكس رهيب، يعني اختراع بجد. هنرش بقى شوية من الشمر واليانسون اهو اللي انا طحنتهم، وهنقلب بقى كله مع بعض. انا حطيتهم في يعني الطبق بتاع العجان. طبعا لو تعملوهم على ايدكم سهل جدا، هتاخدوا بس شوية وقت في البس، لكن انا قلت هعملهم في العجان. هستخدم النهاردة كوباية سمنة وكوباية زيت، زيت ذرة او زيت عباد، وكوباية سمنة. دي سمنة يا جماعة برد خالص، هي متسيحة وجامدة. هنزل بقى بكمية السمنة بتاعتي كلها، وبعدين هحط بقى سلاح العجن دوت، مش العجن ده، سلاح الكف اللي هيخلط لي او هيبسلي الزبدة مع الزيت مع الدقيق مع كل المكونات اللي احنا حطيناها. الخطوة دي هتعمليها بايدك، يعني هتخلطي العجين بايديكي كده، لو مش هتستخدمي عجان وهتفضلي تبسي فيه. انتوا عارفين البس، بنجيب شوية يعني دقيق بالسمنة على ايدينا ونقعد يعني نضغط عليهم بايدينا التانية لغاية ما نحس ان الدقيق اتشرب كل المواد الدهنية اللي احنا حاطينها. العجان هنا هيوفر عليا تعب وهيوفر عليا كمان الوقت، فبفضل اعمل بالعجان وبلم الجوانب كده عشان كله يعني يتشرب مع بعضه، كله يختلط كويس مع بعضه. ولو هتعمليهم بايدك زي ما قلتلك هتقعدي بقى كده في حتة كويسة وتبقي قاعدة مرتاحة وتقعدي تبسي فيهم عشان ما تزهقيش وتبقي قاعدة مرتاحة. بصوا كل ما يعني نبس هنبص نلاقي الدقيق بيتشرب المواد الدهنية وبيطرى معانا وبينعم خالص. هتوصلي لنفس النتيجة بإيدك بس مع وقت أطول من العجان يا جماعة. وهكمل اهو لغاية ما أقول لكم أنا عايزة أوصل لدرجة إيه. بصوا اهي العجينة بقت طرية اهي وكأنها مش محتاجة سوائل خالص. هعجن كمان شوية او هبست كمان شوية. كل ده يا جماعة بيساعد على النعومة. هتبصوا تلاقوا القراقيش دايبة دوب في بقكم، يعني بتدوب خالص من كتر البس مش من كتر السمنة. يعني الموضوع يعني بيعتمد على البس يا جماعة. كل ما تبسي اكتر كل ما العجينة هتنعم اكتر. بصوا بقى، دي نفس الكوباية اللي كان فيها السمنة، حبيت استغلها واحط فيها اللبن. مقدار اللبن اللي استخدمته النهاردة كوب من اللبن بالكوب المعياري او بالمج اللي انتوا شفتوه ده، هو اللي انا معايرة بيه السمنة. عايزين بقى القريش بتاعتكم تبقى ناعمة جدا زي اللي انا هعملها النهاردة، ناعمة وبتدوب جدا. بصوا انا ما حطيتش اللبن كله، لسه هكمله دلوقتي وهحط كل الكوباية اهو. وده هيديني قراقيش ناعمة ودايبة دوب. يعني مقدار اللبن ده هيديني قراقيش ناعمة جدا. حابة انتي تخليها يعني وسط، حطي كوباية ونص من اللبن. حابة تخليها ناشفة ومقرمشة كده قوي،
حطي 2.4 كوباية من اللبن. بصوا العجينة معايا اهي يا جماعة، وبصوا بقى شكل الشمر واليانسون جوه العجينة وريحتهم طبعا بتبقى حلوة جدا. طلعت بقى العجينة اهي من العجان، وزي ما انتم شايفينها العجينة مش طرية قوي، لان انا عايزة القراقيش بتاعتي تبقى ناعمة ودايبة دوب كده. عايزة اقول لكم انها شبه الباتون ساليه والحاجات المقرمشة الناعمة جدا الدايبة الغنية دي. تعالوا بقى نشوف بقى التشكيل بتاعنا قد ايه كمان سهل، بما انها مش محشية بقى حاجة. فخدت العجينة فردتها بقى على الرخامة كده، وبعدين هلفها كده، والطريقة دي سهلة على فكرة جدا. بنلفها رول كده، وده عشان القراقيش تبقى مورقة من جوه كده واخدة طبقات يعني حلوة. وبعد كده هفرد بقى كده بالشكل ده. افردي بالسمك وبالطول اللي انت عايزاه. يعني لو عايزاها اطول من كده كتري بقى العجينة وخليها طويلة اكتر من كده. انا حباها تبقى يعني الحجم الوسط ده، فهظبط بقى. بصوا انا ببطن ايدي كده بظبط عشان ما تبقاش صوابع معلمة، وبالسكينة ظبطت بقى يعني الطرفين من كل الجوانب، وبعدين بقطع كده. قطعيها بقى براحتك حبة، يعني انا شلت الناحيتين اللي على الاطراف بيبقوا مش مظبوطين قوي. ودلوقتي هجيب صينية عشان التسوية. واحلى بقى حاجة للتسوية هي صاجان الفرن او الصواني اللي من الالومنيوم، بتسوي تسوية حلوة جدا. وهي عشان ناعمة يا جماعة جدا، فالتسوية بتاعتها هتبقى حساسة، يعني هناخد بالنا منها كويس، مش هتاخد وقت طويل في التسوية. بعد ما رصيت الصاج كله فكرت ان انا احط على الوش سمسم. احنا ما كناش حاطين طبعا سمسم في العجينة، فقلت خلاص احط شوية سمسم على الوش كده، فحطيت يعني على كل واحدة كده شوية. لكن في يعني هكمل هبقى احط على العجينة من البداية، وهي قبل ما اقطعها بالسكينة يعني، وهي كده رول كده حلو. ممكن احط السمسم وبعدين اقطعها بدل ما احط على كل واحدة كده. وبثبت بس السمسم بايديا كده عشان ما ينزلش من على القراقيش. وهو كده جاهز على التسوية على طول، عشان كده دخلته الفرن على طول واستوى. وبصوا اخد لون جميل. بصوا بقى من جوه يا جماعة، عايزه اقول لكم القراقيش بتاعتنا النهارده دايبه. بصوا دايبه لدرجه حلوه قوي. ولو حابينها زي ما قلت لكم يعني ما تكونش دايبه كده، انا عن نفسي قصدي اعملها كده النهارده وحباها دايبه كده، بحيث انها بتليق مع الشمر واليانسون، انها تكون ناعمه جدا بالشكل ده. والمقدار اللي انا بقدمه لكم ده مش كل المقدار اللي انا عملته، في طبعا صاج التاكل كامل من حلاوته وجماله، وبقيه المقدار معايا طبعا مع الشاي بلبن. يعني بجد ممتعة، ولوحدها كمان من غير اي حاجة ممتعة، من غير ما تكون محشية اي حاجة. هو طعم الشمر واليانسون فيها رهيبة يا جماعة. طبعا هتنفع معانا على الفطار في اي وقت كده، يعني تحفة بجد. بصوا جمالها، عايزة اقول لكم هتنبهروا من الطعم بتاعها. وبصوا النعومة والتوريقة بتاعتها من جوه خطيرة جدا بجد بجد، يعني ممتعة مع أحلى كوباية شاي. هتستجموا وهتستمتعوا بيها بجد. أنا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الإفادة. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم يا جماعة الفيديو حطوا لايك بقى للفيديو، شيروا الفيديو في كل حتة عشان الكل يستفيد. وأنصحكم تقوموا تجربوها حالا، مش متعبة خالص، تجربة هتبقى حلوة جدا بالنسبة لكم. أشكركم جدا، شكرا ليكم.